بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده ورياكت جديد مع هشام. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته والجهاز الفني وكل لعيبته بحصولهم على الدوري العام. النهارده رسميا استلموا درع الدوري بعد ماتش حرس الحدود. طبعا حصل احداث كتير النهارده. امام عاشور ظهر في الملعب فجأة كده ونزل سلم على اللعيبه بعد الماتش، وكان بيحتفل مع كهربا بعد ما جاب الجون من المدرجات. كان مشهد رائع الصراحه، ونزل وحيا الجمهور والجمهور حياه، وطبعا الجمهور هتف كتير جدا ليه هو وكهربا، وطبعا ادى كلمتين كده للموسيقار. كل ده كويس وكل ده تمام، والجمهور حيا ايمن اشرف وودعه بعد اما مضى خلاص في نادي البنك الاهلي. ومن هنا بقول ان شاء الله ربنا يوفقك يا ايمن يا اشرف، وان شاء الله الجاي بقى احسن ليك ان شاء الله باذن الله. واتمنى اللي انت باذن الله لما تيجي تختم حياتك هتيجي تختمها في النادي الاهلي ان شاء الله. وبالنسبه للعيبه النادي الاهلي الف مبروك البطوله الخامسه الموسم ده، وعقبال ان شاء الله السوبر الافريقي والدوري الافريقي وبطوله افريقيا الجديده وكاس العالم للانديه. ان شاء الله عندنا بطولات كتير الفترة الجاية، وإن شاء الله بإذن الله بدعم اللاعبين الجداد، لأن تقريبا المهاجم الأجنبي بإذن الله هيظهر اسمه بكرة وهيتم الإعلان عنه، ويبقى عشان يبقى تاني صفقة بعد إمام عاشور. طبعا انا الماتش ده كان ماتش احتفالي وبتاع، ما يستاهلش ان الواحد يتكلم عليه، بس في سلبيات كتير ظهرت النهارده، وهي اهدار الفرص السهله. اهدار الفرص السهله. انا بس عايز اقول للعيبه حاجه واحده، يعني انت في اخر السيزون خلاص وبتنهي يعني، والمدير الفني انت سامعه كل شويه عمال يقول الفرص الفرص الفرص، والجمهور هيتجنن من الموضوع ده، وبندور على مهاجم بندور على مهاجم. طب ما تنزل استغل كل فرصه تجيلك، ابطل يعني خلي حتى المدير الفني يبقى مطمن ان حتى لو ما جاش مهاجم قشطه مش مشكله، لا هكمل باللي معايا. ليه دايما عامل نسبه شك وازمه ثقه معاك؟ محمد شريف يضيع، كهربا يضيع، بيرستاوي يضيع، وكلها انفرادات. حسين الشحات يضيع. حاجه مستفزه الصراحه. انا استفزيت من كتر الفرص اللي ضاعت. يعني مش هكدب عليكم، انا اتضايقت اللي احنا اتعادلنا، رغم ان هي مباراه احتفاليه وملهاش لازمه وكان حرس الحدود بيلعب يعني. انا بحييهم الصراحه اللي هم بيلعبوا بمنتهى الامانه ومنتهى الاحترافيه. بس انا كان نفسي يعني حرس الحدود يلعب كده طول انا مش عارف هو هبط ليه. انت لو بتلعب كده كل ماتشاتك، لا انت هتقعد في الدوري، انت احسن من فرق كتير لو هتفضل تلعب كده. انا طبعا مش بنتقدك اللي انت لعبت قدام الاهلي، بل بالعكس انا بنتقدك اللي انت ما لعبتش كده من اول الدوري. بس ما علينا، انا ماليش دعوه بحرس الحدود، خلاص اللي حصل حصل، هو هبط. انا بتكلم على لعيبتي. ايه كميه الفرص اللي انتوا ضيعتوها دي؟ فين يا كولر؟ اطمن، انت معاك مهاجمين. فين؟ انت ما اثبتش كده النهارده. انت النهارده مضيع بتاع 8 9 اجوان، سواء كهربا او محمد شريف او بيرستاو. لا انا مع كولر، احنا محتاجين مهاجم، واحنا على احر من الجمر اللي هم يعلنوا عنه بكره ان شاء الله. واتمنى يجيبوا جناح كمان. لا انا بعد اللي انا شفته ده لا، فرص زي دي ما ينفعش تضيع. ما ينفعش كرة زي بتاعت ريال مدريد اللي كانت هتجيب لنا التعادل تتشاط بالطريقه دي. ما ينفعش ماتش احنا كنا راكبينه بطل البرازيل ويغلبونا في الاخر. ما ينفعش. لا اللعيبه يعني خلاص احنا كده كده باقي ماتشين وخلاص، هي بقت يعني العيب اللي عندنا باين وواضح. باين وواضح. هاجي بقى الكولر. مبروك يا كولر، انت جامد وكل حاجه، ابوس ايدك ريح اللعيبه شويه. ريح اللعيبه شويه، لاعب الناس التانيه، لاعب العيال الصغيره. اكيد هتلاقي منهم حاجه زي كوكا. انا يعني انا ده فيديو احتفالي المفروض وبقول مبروك بس برضو انا كاهلاوي اما بشوف السلبيات بقعد باكل في نفسي. لازم اطلع اشاركها، واما ابقى مش حقاني يعني. لا انا حقاني، مبروك وكل حاجه، بس في سلبيات وباينه زي عين الشمس باينه. بس احب اقول لكل جمهور الاهلي الف مبروك الدوري ال 43، وباذن الله كاس مصر ان شاء الله اما يكمل يبقى بتاعنا ان شاء الله.
وكاس السوبر والدوري الافريقي وكاس العالم للانديه ان شاء الله نعمل فيه نتائج جيده جدا. وباذن الله بطوله افريقيا الجايه تبقى ال 12 باذن الله. وباذن الله بكره باذن الله انا بقول لكم اهو باذن الله بكره الاعلان عن المهاجم الجديد ان شاء الله. يا رب اتمنى اللي هو ما يبقاش ضرب. يلا تصبحوا على خير.